أصبح في واحد النهار في الصيف الماضي، ما كانش يعني عندي شي برنامج ولا كنت موجد شي حاجة. دخلت لجوجل لقيت واحد الإعلان في البريد بانك، وأنا دخلت الإعلان لقيت واحد الكريدي ملي قلبته لقيته كريدي مزيان وكيعطيك مبلغ يعني محترم، يعني تقدر تردو مثلا إلا خديتي داك المبلغ تقدر تردو. وشديته وانا نمونطيه ونشرطو ونحطو في اليوتيوب. في البدايه ما جابش مشاهدات بزاف، قلت ربما بحال المواضيع العاديه اللي كنلوح فيديوهات عاديه، يعني شي كيطلع شي كيهبط وصافي. بعد واحد المده قصيره بان لي الفيديو بدا كيطلع بواحد الطريقه جنونيه. الفيديو كيهضر على كيفاش تاخذ القرض، كيفاش تاخذ الكريدي. لقيت فعلا بلي الناس محتاجه الكريدي، بني ادم محتاج الكريدي باش يخدم. غادي نختلفوا، غادي نتفقوا على مثلا الاقساط، الطريطات، واش فيهم الربا ولا ما فيهمش الربا. هذه القضيه ما نقدروش نحسموا فيها، حيت دابا في هذا الوقت كاين شي واحد محتاج الكريدي باش يتحرك، باش يحرك شي حاجه، باش يقضي شي غرض، باش يدير شي مشروع. لقيت الناس فعلا محتاجين الكريدي. الا جا من البريد بانك مرحبا، الا جا من كاش بليس مرحبا، الا جا من اي بنك مرحبا به. بالنسبه لي انا اي واحد غادي يقدم هذه المساعده للناس راه مزيان، بغض النظر عن الطريقه. الا كانت هذه الحاجه هذه غادي تنفع الناس وغيستافدوا منها الناس، والناس غادي يقضيو الغرض، والاقتصاد غيتحرك، والناس تخرج من الشمور، الشمور يخدم، بنادم يخدم. بالنسبه لي ما عنديش مشكل.